السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله كنقترح عليكم بريوات حلوين باللوز بطريقه سهله ومذاق مميز وشكل راقي. قبل ما نبداو الفيديو نتمنىكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات. نبداو على بركه الله. اول حاجه غنحضروها هي العسل. في الطنجره كنوضعوا لتر ونصف من الماء، 2 كيلو ونصف سكر حبيبات، كنضيفو شرائح ليمون حلو وشرائح ليمون حامض، عود قرفة، ملعقة صغيرة من مسكة حرة، والقليل من الزعفران الحر. نحرك جيدا وعلى نار متوسطة. كنخليو العسل مدة ساعة حتى كيصبح اللون ديال العسل ذهبي فاتح، وكذلك شرائح الليمون كتكون محافظة على اللون ديالها. بعد ما خدات معايا العسل ساعة كاملة كنطفيو على النار وكنضيفو نصف كأس ماء الزهر، نحركو جيدا ونضيفو ملعقة جليكوز في الأخير. نحركو العسل حتى كيذوب الجليكوز، وبهاد الطريقة كتكون العسل واجدة، كتجي ناجحة ومنسمة بمذاقات مختلفة. جربوها غتنال إعجابكم. ندوزو باش نحضروا العقدة ديال اللوز. في كاسرول كنسلقوا اللوز، كنقشروه، كنشفوه بورق المطبخ او منديل او نخليوه يقطر ليلة كاملة. من بعد كنضيفوا ليه السكر. المقدار ديال السكر كيكون نصف مقدار اللوز. استعملت 125 غرام لوز و63 غرام ديال السكر او ما يعادل نصف كأس. كنطحنوا الكل حتى كنحصلوا على عجين. هاد العقدة كتعطي تعليكة رائعة للبريوات وممكن نحتفظوا بها مدة طويلة في الثلاجة. وندوزو باش نحضروا باقي المكونات. في كاسرول كنسلقوا 4 كيلو ديال اللوز، كنقشروه ونشفوه ونقليوه في زيت باردة، والنار كتكون متوسطة باش يتحمر اللوز من الداخل. كنصفيو اللوز من الزيت ونخليوه يقطر جيدا حتى ما تبقاش فيه الزيت. من بعد كندوزو باش نطحنوه. بعد ما طحنا اللوز جيدا كنضيفوا له 50 غرام من عقدة اللوز، تقريبا 3 المعالق كبار. كنضيفوا كذلك ربع كأس سكر او ما يعادل 40 غرام. كنزيدو اصفر بيضة، نصف ملعقة من القرفة مطحونة، ملعقة بخاليني ديال اللوز، او ممكن تعوضوا ب2 معالق من الزلفران اللي هو السمسم مطحون. كنجمعوا الخليط بربع كأس ماء الزهر، تقريبا 50 غرام. كتكون هذه هي الحشوة ديال البريوات، كتجي رائعة ومعلكة. وندوزو باش نقطعوا الورقة البسطيلة. اول حاجة كنقطعوا الجوانب وكنشكلوا شرائح طويلة العرض ديالها 5 سنتيمتر. كنطلقوا هاد الشرائح فوق سطح العمل. كناخدو القليل من الحشوة وكنديروها في الطرف ديال الورقة البسطيلة وكنلويوها بهاد الطريقة. اهم حاجة ما يكونوش البريوات خاويين من الجوانب وتكون رؤوس البريوات حادة. كنتمنىكم تجربوا هاد البريوات، كيجي مذاقهم رائع. وقبل ما نكملوا الفيديو، الى باقي ما اشتركتوا في القناة اشتركوا، والى عجبكم الفيديو شاركوه وضغطوا زر الاعجاب. كنكملوا البريوات على هاد الشكل. بالنسبة للورقة ديال البسطيلة استعملت نصف كيلو من الورقة الكبيرة. وباش نلصقوا الجوانب كنحضروا خليط ما بين الدقيق والماء. كيف ما كتشوفوا الخليط كيكون ثقيل شويه. كنلصقوا الجوانب باش ما يتحلوناش في المقلاة. وهادو هما البريوات ديالنا بعد ما طويناهم. وندوزو باش نقليوهم في الزيت. في الاول كنسخنوا الزيت جيدا، وقبل ما نديروا البريوات كنقصوا من النار كتبقى متوسطه باش تجينا الورقه مقرمشه. الا ما بغيتوش تقليوهم في الزيت وبغيتو ديروهم في الفرن، استعملوا ورق الفيلو ودهنوهم جيدا بالزبده. بعد ما تحمروا البريوات كنصفيوهم من الزيت وكنحطوهم في العسل اللي حضرناه في اول الفيديو. بالنسبه للعسل سبق وصفيتها من شرائح الليمون وباقي المكونات الاخرى. بعد ما كنوضعوا البريوات في العسل كنضغطوا عليهم باش يشربوا العسل مزيان، وكنوضعوا كميه اخرى من البريوات في الزيت. بالنسبه للزيت ضروري انها تكون مغطيه البريوات. الا استعملتوا ورق الفيلو
ودرتو البريوات في الفرن بنفس الطريقة. كتجبدوهم من الفرن وكديروهم في العسل وهما سخان. بعد ما قلينا في الزيت الكمية ديال البريوات كلها كنخليوها في العسل. ممكن تخليوها ليلة كاملة. كناخدو مصفاة وكنوضعو فيها البريوات حتى كتقطر العسل الزائد. وبالنسبة لهاد العسل كنحتفظو به باش نحضرو وصفات أخرى. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات. كيجيو مقرمشين ومعلكين من الداخل. بالنسبة للكمية حنا استعملنا 4 كيلو من اللوز وعطانا في الأخير كيلو ديال البريوات. كنتمنى الوصفة تكون نالت إعجابكم. جربوها كتجي ناجحة وراقية وبالصحة والراحة. السلام عليكم.